السلام عليكم، وحشتوني جدًا. باتمنى من الله والله ربنا يعينّي وأقدر أنزّل فيديو كل يوم. القناة هتعلى وهتجيب مشاهدات وهتحقق ربح وهتعمل لي دخل، بس بجد غصب عني إن أنا باحاول إن أنا أسرّع الموضوع بطيء جدًا، وهاقول لكم ليه دلوقتي هي ليه مش عاملة ربح، فعشان كده باحاول أشتغل من جنبها لإن مش هينفع ما اشتغلش. وهاقول لكم أنا النهارده إن شاء الله الميزانية بتاعتي كانت كام النهارده وعملت فيها إيه وكل حاجة إن شاء الله. أول حاجة كده اللي كان بيسألني هترجعي تعملي ميزانيات تاني والّا لأ؟ إن شاء الله الفترة الجاية هاعمل ميزانيات على طول بأمر الله، لإني أنا ناوية لو ربنا كرمني حتى بشغل ودلوقتي ما عنديش دروس أوي يعني الحمد لله الفترة دي على الأقل. ف هاحاول أخش جمعية كده لإني أنا حاولت نزلت أشتري حلة كبيرة شوية، قُلت أشتري حلة كبيرة شوية تساعدني في الأكل بدل بجد باتعب أوي البوتاجاز واطي أوي، زائد إن الحلل صغيرة، فعشان أعمل بس شوية رز كمية كبيرة شوية عن عددنا باطبخ في 3 حلل، طبعًا مواعين ومرتبها قطعة، مش عايزة أقول لكم إيه اللي بيحصل كل يوم اللي أنا باعمل فيه الorder والله العظيم بجد البيت بيتقلب ومش باعمل أي حاجة تانية غير الorder، فالميزانية دي وبتاع ده وإن أنا أصوّر أنا أساسًا مرهقة جدًا، عايزة أعمل أي أكلة ناكلها وخلاص، ممكن أجيب فطيرة ناكل شوية جبنة، شوية عسل، أعمل لهم عيش، حواوشي، طعمية، حواوشي بطاطس، أي حاجة وناكل يعني أي حاجة سريعة كده وخلاص. فبجد بابقى مرهقة أوي، عشان كده يعني ما بقيتش أصوّر أوي ميزانية بسبب إن أنا باشتغل أوردرات وكده، الله المستعان يا رب إن شاء الله هي فترة بس القناة تشتغل وبعدين هابتدي أهتم حتى بالقناة يعني شوية والأوردرات يعني أحاول يعني أشوف أتصرّف كده أنظّم نفسي أو أجيب بوتاجاز أو أجيب حِلَل حتى، أنا نزلت صح عشان أجيب حِلَل باسأل عليها أنا اتصدمت والله لقيت حلة كبيرة اللي هي stainless عشان تستحمل معايا يعني سليق ورز ومكرونة وكل حاجة طبعًا. وكمان صحية، لقيتها عاملة 2500 أقل حاجة، يعني هي بتبتدي من 2500 للحلة اللي هي أصغر الكبار، اتصدمت بس وطلعت هو ده اللي أنا عملته. المهم بس عشان الفيديو ما يخلصش وأنا ما قُلتلكوش أنا باعمل إيه، النهارده أنتم لو تلاحظوا أنا لابسة جوانتي في إيد وإيد، لأ أنا إيدي دي محروقة وبقت متعورة وتعباني جدًا، فأنا لابسة جوانتي في الإيد دي، أنا الأكل ده باعمله لينا بس لابسة جوانتي في الإيد دي على أساس إن أنا يعني أحميها من المَيّة أو من الصهد بتاع النار عشان تخف. ولكن في الآخر باقلع الجوانتي لقيتها برضه اتقشّرت كلّها في الجوانتي. المهم إن أنا شارية كيلو بتنجان كان عامل 12 جنيه، هو كان دبلًا حبّة صغيّرين بس حلو، واشتريت كمان نُص طماطم ونُص بطاطس، الحاجات دي كده عاملة 25 بس أنا الصبح كنت شارية يعني فطار ب20 جنيه، ب10 فول وب10 بابا غنوج. كان معايا 50 جنيه كنت ناوية إن أنا أعمل منها فطار وغدا واتصرّفت بالطريقة دي. تقدري تشتري طبعًا ب10 جنيه طعمية، عجينة طعمية هتعمل كتير، تقدري تعملي فول في البيت كل ده، بس أنا يعني على حسب الوقت. المهم باقطّع البتنجان بالطول كده عشان ما يشربش زيت، وفي نفس الوقت أنا ما باحبش أملّحه، باحب أحتفظ بحاجته فيه كده بصراحة يعني، فبالخبطه في الدقيق برضه كده ما بيشربش زيت، بيتحمّر على طول وفي نفس الوقت البتنجان ما بياخدش سِوَى أوي، بيبقى حلو هاوريه لكم دلوقتي، بيكون لونه فاتح وطعمه كمان لذيذ كده. بُصّوا، هو أنا باحب أشوي البتنجان، بس ساعات كده الواحد بيميل للحاجات الغلط، زي إن أنا أحمّر بطاطس عادي في الزيت أو أقلي البتنجان عادي كده، بصراحة الحاجات الغلط كده ساعات الواحد بتوحشه، بس لو أنا يعني إن شاء الله ربنا ييسّر الأمر بعد كده والميزانية بقت متاحة بالنسبة لي كويسة، أنا هاعمل بعد كده أكل صحّي، هتلاقوني عاملة وصفات كلّها صحّية، أنا باحبها جدًا بس باحس إنها مكلفة، أنا محتاجة بروتين جنب الأكل محتاج دايمًا بروتين، والبروتين النباتي ما بيعادلش على فكرة البروتين الحيواني بشكل مماثل يعني، زي ما باقول هي كده يعني بايظة، فناكل بقى اللي إحنا عايزينه. كده هتبقى في عناصر واقعة، فناكل بقى اللي إحنا عايزينه الفترة دي على بال إن شاء الله ربنا ييسّر الأمر، ألف حمد وشكر ليك يا رب وربنا ميسّر الأمر والله. هاعمل إيه تاني، أنا بقى كان عندي فلفل، بما إن عندي فلفل وعندي كمان طماطم أنا شارياها، وعندي الحمد لله كام بصلاية كده يعني أنا من كام يوم كنت شارية بصل، فأنا خدت البطاطس دلوقتي أنا علّقت عليها بس هي مش باينة، قُلت ما دام هاقلي البتنجان وفي شوية زيت فمش هاحمّر بقى بطاطس، أنا هاعمل وكمان مش هاحط البطاطس في البتنجان على أساس تبقى عندي كذا صنف، فعملتها مسلوقة بشوية كمون حاجة خفيفة خالص كده بقى ما تبقاش كل الأكل غلط يعني، وبمعلقة زيت واحدة هاعمل صنف تالت كمان من نفس الحاجات اللي موجودة دي. الحمد لله بفضل ربنا كنت جايبة مناديل عشان البانيه كنت عاملة order بانيه قبل كده وجايبة مناديل وبتاع، فهاطلّع عليها إيه، عشان كده قُلت أحاول بقى أقلي البتنجان وأطلّعها على المناديل. المهم كنت باكلمكم في نقطة أنا ليه لحد دلوقتي ما قبضتش من القناة، هو أنا ما بانزّلش كل يوم لو تشوفوا يعني لو تلاحظوا أنا بانزّل بعد 3 أيام أو 4 وساعات يعني يوم ويومين لأ وكده، فلو هاتعادل أنا بانزّل في الشهر كله بتاع
4 5 فيديوهات وما بيجيبوش دولار واحد، ففي الشهر مش هيجي لي حتى 5 دولار 6 دولار على بعض، والموضوع محتاج 100 دولار عشان اقبضه. دي حاجه. تاني حاجه إن قعدت فتره كبيره قوي كنت بحوش في الساعات، هو اصلا مفيش ربح. انا كنت بحوش في الساعات بتاعه بتاعة شروط الربح. غير ان برضو انا بعد الربح على طول كنت الحمد لله كنت قربت شوية، يعني قربت شوية خلاص هقبض، لقيتني عندي مشاكل في الحساب بتاع الادسنس ده اللي هو اصلا المفروض يحصل عليه ربح. ان المشاهدات جت في فترة كده كانت عالية، جابت لي مشاهدات كويسة يعتبر، يعني كنت قربت اقبض والله، بس طلع عندي مشاكل على الادسنس فاضطريت امسحها واعمل ادسنس جديد للقناه. فعشان كده لسه بحوش بقى في ال100 دولار، فالله المستعان يا رب. يعني عشان كده الواحد متكاسل شويه على القناه، مش متحمس قوي، ولكن خير يعني ان شاء الله خير. الحله اللي انا حطاها دي بقى، انا حاطه فيها فص ثوم بمعلقه زيت واحده، بحاول اقلل زيت بقى بسبب الجريمه بتاعت البتنجان دي، حاطه فيها زيت كتير. فان شاء الله مش هيشرب زيت او حاجه، بس يعني هحمر، هدبل بس توميه كده، وبعد كده هنزل بالفلفل. هي المفروض فلفل حراق، عايزة تستبدليها مش فلفل حراق يعني براحتك، بس هي بتبقى المفروض اسمها شطيطة، فدي بتتعمل بالفلفل الحراق. انا بعمل الاكله دي كان صهد طالع يا فظيع، كان الحمد لله يا رب عماله أقول اللهم اغفر لي يا رب، اللهم اغفر لي بجد يا ربنا يرحمنا، امال اليوم القيامه هنعمل ايه؟ الدنيا كانت حر جدا يوميها، زائد النور كان مقاطع، الموضوع كان صعب. صدقوا انا يعني افتكرت حاجه لفتت نظري فقلت اقول لكم عليها. يعني انا كنت بكلم واحده صاحبتي ربنا يبارك في عمرها يا رب، فكانت بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فانا اتخضيت بقول لها في حاجه؟ قالت لي لا انا متعوده اقول كده. افتكرت على طول في اللحظه دي امي. انا بس سريعا كده على فكره، الحوض ورايا على طول، الحنفيه ورايا، فانا بغسل وبعمل على طول. ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب. كانت تقول لي ايه اما اكون متضايقه، تقول لي استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. لما انا بس متضايقه تقول لي استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، او حتى تعبانه او مواقف يعني غريبه كده تقول لي استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. فبقول لها يا ماما طب اشمعنى؟ تقول لي عشان هو ساعات بيكون في حيله، في حد شويه قوي، في مؤمن شويه قوي بيقاوح شويه ما بيسمعش يعني من الشيطان على طول، فالشيطان بيسهل عليه بس ان هو يعمل له ايه، هو يحزنه. انت ساعات كده تبقي صاحيه لنفسك متضايقه لوحدك من غير اي حاجه، صح؟ بيقول لك ساعات الشيطان يعمل محاولة اللي هو يخليكي متضايقة، يخليكي بس متنرفزة بس. تعالي شوفي انت كده بعض الاحيان انت بتبقي متضايقه، هو بس عمل ضايقك بس، انت من طبيعتك بقى احنا لما بنكون متضايقين بنتصرف اصلا تصرف مش صح، حتى ممكن تزعقي، ممكن تتعصبي، معلش انا بس تبتدي تقولي لا ده معلش بس عشان انا متضايقه شويه، عشان انا متعصبه اتصرفت كده على طول، لان دي بتبقى حيله، هو بيعمل حيله بس يزعلك بس، وانت بقى لوحدك هتلاقي نفسك انت متضايقه، فمش هتصلي بصوره كويسه، مش هتذكري الله، انت متضايقه، انت متعصبه، انت مش هتعملي خير وانت متنرفزه تقول لما بكون كويسه لا. فانت اول ما تلاقي نفسك متضايقه او حتى تعبانه او اي فيها اي او زهقانه او حرانه حتى، او اي عرض عليكي، كانت امي فعلا تقول لي قولي يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعد كده سمي الله كده وقولي اي ذكر. فافتكرت والله قلت اقول لكم برضو، بما ان اليومين دول حر وزهق، يعني ربنا يرحمنا يا رب، اللهم امين. وادعوا لاخواتنا في غزه يا رب، اللهم امين يا رب نجدهم، يا رب نجدهم. يعني الواحد انا والله بطلت اشوف اي حاجه لاني بتعب نفسيا جدا، انا مقدرش اتحمل والله العظيم، بس مش ناسيهم، ربنا يغفر يا رب يرحمهم ويتولاهم برحمته. ان اي حاجه دلوقتي الواحد احنا متضايقين من حر، اقول طب ما بالك هم متضايقين من قله اي حاجه، اقول طب ما بالك هم. فبجد الواحد مكسوف من نفسه والله. انا كده عملت انا رغايه صح؟ انا عملت ايه كده، ان شاء الله الفيديو الجاي اعمله قصير عشان يعني اللي بيزهقوا، ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله اعمله صغير. انا كده سلقت البطاطس زي ما اتفقنا، وحطيت بس عليها شويه ملح وشويه كمون. لا الملح انا حطاه وهي بتتسلق على فكره، بتفرق جدا، بتحط الملح وهي بتتسلق بتكون طعمه واحلى كتير. فحطيت الملح وهي بتتسلق، بعدين رشه بس كمون، انت كده اللي عاملاه يا ريت في بايد الهون، او انت بالنسبه لك اعمليه في الكبه يكون افضل. ورشه ملح كمون دي بقى بتديها طعم كده والله حلو قوي لو انت بتحبي الكمون. بس عندك بقى شويه زيت زيتون كده يا سلام، بصي هي تحسيها مرمله شويه كده، عايزه شويه زيت، بس انا قلت لا كفايه الزيت. بصي الحرقه ايدي عامله ازاي في الاخر بقى، العجوانتي بقول لك طلع فيها التعويره خالص. المهم فحطي بقى شويه زيت زيتون لو في، مفيش بقى حطي بقى شويه زبده لو عندك. انا عندي زبده بس شايلاها زبده بلدي والله، شايلاها بس الاوردرات عشان ما اضطرش احنا يعني هناكلها وهي اشتري تاني فهتبقى خساره عليا، فاهمين قصدي؟ يعني ان شاء الله بس ربنا يكرم بعد كده وهشتري لينا.
انا كده بعمل بقى في المسقعه دبلت. بص تلاقيها كذا طريقه، بس دي طرق من الطرقات الحلوه اللي انا بحبها برضو. بدبل بصل وبشوح معاه بالمره يعني بالمره معلقه الزيت بقى، عشان ما الفلفل لو قليته في البتنجان عامه بيشرب زيت كتير قوي. فرحت قاليه فيه بقى مع تشويحه البصله دي الفلفل الرومي كده، ورحت مسقطه الطماطم. وبعد كده يعني اتسبكت، هي اصلا انا سالقه الطماطم عشان ما تاخدش غلبه في الكبه، عشان يعني ساعات بعملها في الكبه فبسلقها لها. لو عملتها في العصاره بتاعه الخضار او العصاره بتاعه الفواكه بتبقى حلوه وبيور كده وجميله. بس المره دي انا كنت سلقاها عشان عملتها في الكبه فاتسبكت بسرعه جدا. قمت مسقطه بقى البتنجان، احنا بنحبه دايب كده كله في بعضه كده مع فلفل بس، ما بحبش احط في المسقعه اللي هي العاديه اللي مش صينيه دي، ما بحبش احط فيها بطاطس. بس هنعمل حلو ايه بقى النهارده؟ نعمل ايس كريم تحفه، ارخص واحسن من الايس كريم. البتاعه دي كانت عندي، انا عايزه اقول لكم والله العظيم انا عايزه احكي لكم على كل حاجه انا اشتريتها ليها قصه معايا. المهم حاجه بسيطه جدا، الكيس ده انا اصلا جايباه عندي للايه، للضيوف. انتوا عارفين من زمان انا بحب اجيب كيس عندي للضيوف، ب 3 جنيه يعني، ب 3 ونص حاجه كده ومش مقاطعه. فبجيبه اعمل فيه وقت ما انا بس عشان شايله بنتي بقى هنا فمش عارفه اعمل قوي، دلقت حبه معلش، شايله حور وبعمل بايد واحده. حتى في لحظه انا بقلب بقى ازاي. المهم هحط الكيس بس في الميه وسكر وهيبقى احلى ايس كريم في الحاجات دي. والخشب يعني ممكن تجيبي ب 10 جنيه خشب من دوت، من عند بتاع البلاستيك، من عند بتاع البلاستيك بيبقى احلى ايس كريم بجد والله العظيم، زي اللي بنشتريه من عند راجل مثلا ب5 جنيه. اللي هو يعني مش عارفه ليه اسم ايه، بس في مره لقيت ولادي جابوه فافتكرت. بس هتحطيه في الفريزر طبعا بقى، هياخد يوم ولا حاجه في الفريزر. معرفتش اوريها لكم تاني، مره تانية بوريها لكم ان شاء الله اما يطلع. بس انا حبيت اوريكم الفكره بس. وايه رايكم بقى في الغدا بتاع النهارده؟ مسقعه تحفه، بحب اعصر عليها شويه ليمون والشطيطه وبطاطس المهروسه وعيش بقى او رز زي ما انت عايزه. اشوفك على خير ان شاء الله. السلام عليكم.